ابن امه، المشكله فيه ولا في الست امه؟ الكاتب كريم الشاذلي في احد مقالاته بيقول ان لما زوجه تيجي تشتكي له من جوزها اللي هو ابن امه، بيقول لها ان المشكله مش في الزوج، المشكله ببساطه في الست والدته، لانها سيطرت عليه وقت طفولته، ما كانتش بتسمح له انه يختار اي حاجه بحريه، لانها بتبقى خايفه انه هو يأذي نفسه باختيارات. وطبعا ربت فيه الانانيه، كانت بتصرخ في اي حد يضايقه حتى لو اطفال من عمره، وطبعا كانت بتقول له ان الافضل والاجمل والاحسن ويا اختي جميله ويا اختي حلوه، فهمته ان هو دايما صح واحلامه دايما مجابه وما بيغلطش. ببساطه ما قطعتش الحبل السري اللي بينها وبينه، بترفض ان يجيله سلوك او حتى افكار من بره اي حد غيرها، لا، بالنسبة لها ده خطر بيهددها هي شخصيا. فطبيعي لما بيكبر وبيتجوز بتبقى أكبر مشكلة بتواجهها الأم هي الزوج، بتحس إن مرات ابنها دي ست تانية كده جاية تنافسها في ابنها، وهنا الحرب تبتدي. الراجل بيبقى عايز ست تانية يحبها ويحس معاها بالحرية والاستقلالية، حقه الصراحة، والزوجة وعايزة حقها في جوزها، حب رعاية اهتمام كل حاجة. أما الأم فبترفض كل ده، بتحس إن حياتها مهددة بالخطر لو ابنها اتغير ولا بعد عنها. طب مين عنده الحق في كل ده؟ الأم من وجهة نظرها بتمارس حقها في الضغط عليه، بتوجع له ضميره بكلامها اللي هو انت ما بقيتش ابني اللي ربيته وانا ضيعت عمري عليك، انت بقيت ابن عاق وده طبيعي ان الابن ما يستحملوش. فالابن هنا يحاول يرضيها على حساب نفسه وعلى حساب مراته، والزوجة هي المتضرر الأول من العلاقة دي. والكاتب بيقول إن الزوجة لازم تعرف إن الزوج هنا ما بيتصرفش بمزاجه ولا هو عايز كده أصلا، لا ده كل ده غصب عنه، غلبان الراجل. فلازم الزوجة تكون ذكية وتتصرف صح. تعمل إيه بقى الغلبانة دي؟ هقول لكم الفيديو الجاي، بس على ما أقول لكم أنتوا شايفين إيه؟ قولوا لي في الكومنت.